بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله دايما تكونوا دايما بخير. طبعا معانا بقى الليمون الاخضر اللي هو دايما بيبقى عمره قصير في السوق كده. الحقي هاتيلك شوية كده وخليليهم، بيبقى جميل جدا وطعمه حلو قوي قوي قوي. وهقولك ازاي تخليه يقعد معاكي من غير ما يتهري ولا يطرى منك، ويبقى طعمه في منتهى الجمال. اول حاجه كده انا غسلت الليمون غسله كويسه قوي كده مره واتنين وتلاته تحت الميه، عشان لو في اي تراب اي قش اي حاجه تطلع معاك على طول. وبعد كده هحطه بقى في حلل كده اهوت المونيا او تيفال، اي حلل عندك بس تكون طبعا واسعه شويه عشان الميه تبقى ايه، هو مغمور في الميه كده والميه مغطيه، عشان لما تيجي طبعا تسلقيه يبقى الميه مغطيه كله يستوي سوا واحد. تمام. خدت انا كده ايه بسم الله ما شاء الله. الليمون حطيته على حلتين، جم في حلتين كده اهوت. هزودهم بقى بالميه و... ونبدا ايه نغليهم بقى بوتاجاز. بس دايما ايه خلي ايه الليمون جوه الحله، ما تخلوش طبعا متطرف بره كده عشان يسلق. انا لقيت الحله صغيره شويه فنقلت ايه جزء في حله تانية اكبر سنه. احط بقى الميه عليهم كده اهوت. انا اول واحده اهي، اول حله اهي حطيت عليها الميه. بص الميه نضيفه زي الفل والليمون قشطه. بعد كده بقى احط الميه البارده كده عليه من من الحنفيه عادي خالص. هحط كده الميه بقى كده عليها على الليمون، وهبدا ان انا ايه انقله بقى على الايه على البوتاجاز. الميه مغطيه الليمون زي ما اتفقنا، والليمون مغسول كويس ونضيف عشان مبقاش ايه في اي تراب ولا اي حاجه خالص. هبدا بقى كده ايه هوديه كده على البوتاجاز. بسم الله ما شاء الله. الليمون جميل، بس نصيحه مني يا جماعه عشان تخلي ليمون اخضر حلو، يعني ما تجيبيش الليمونه كبيره قوي. الليمونه تبقى ايه مثلا صغيره شويه وسط يعني. هحطه على البوتاجاز اول لما يغلي، هعد 10 دقايق 12 دقيقه بالكتير قوي. اول ما يغلي يعني انا حطيته على الميه اهو، بدا لونه يتغير بقى ياخد لون اصفر سنه كده، اصفر غامق. او بصوا، او اول لما يبدا يسخن كده هقعد اقلب بقى فيه. واول لما يغلي هعد على ايدي 10 دقايق بالساعه كده، 10 دقايق 12 دقيقه بالكتير قوي. عشان ايه؟ هي بقى ده سر ان الليمون يفضل معاكي سليم وما يتهريش وما يطراش، ان الليمونه تبقى ماسكه نفسها مصحصحه كده، مش مفقعه كده ولا تتفتح منك في الميه. ما انت كل ما تزودي عليه السوا كل ما يفتح منك ويطرى. لكن هم 10 دقايق بعد الغليان وتبدأي بقى تطفي عليه. خلاص انا اول حله معايا اهي عدى عليها 12 دقيقه بالظبط. جبت طبق بقى فاضي بلاستيك وحطيت فيه ميه بارده من الحنفيه، وهبدا انزل كده بالليمون بتاعي فيه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اخد كده من الليمون من الميه السخنه، والحله التانية لسه شغاله عشان الحله دي اكبر شويه، تاخد وقت اكتر يعني نفس الدقيقه يعني الدقايق يعني. بس ايه في حله تانية اهو. دي عشان كانت العين البوتاجاز دي اكبر شويه من العين التانية، فكانت نارها شديده، فكان ايه ما شاء الله مساعد ان هو ايه يغلي بسرعه اهو. بصوا الليمون وجماله، ولا واحده مفتوحه ولا واحده اتطبقت كده من كتر الغليان والسوى. بص كل ليمونه ايه محتفظه بشكلها وبهيبتها كده وايه زي ما هي بالظبط. بس كل اللي احنا شفناه ان هو لونه اتغير، لكن جميل جدا. وبصوا الميه صافيه ورايقه وما فيهاش ايه اي ليمونه اتقطعت ولا حاجه. هنا بقى حطيته في الميه. بصوا الليمونه تتكي عليها كده تلاقيها طريه، لكن مش تتفقع في ايدك او تتقطع تحت ايدك. هي تتكي عليها كده اهو طريه. مع التخليل بقى والملح وكده تيجي تاكليها بقى تلاقيها محتفظه بنفسها كده، وتاكلي كده ليمون جميل جميل ان شاء الله يبقى زي الفل. بس نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونقول بسم الله ما شاء الله. اهو بصوا الليمون وجماله. بص شكله عامل ازاي. حقي بقى هاتلك شويه ليمون كده ايه اخضر كده جميل. بيفتح النفس. والليمون اي مخلل في البيت عموما بيبقى حلو، حاجه موجوده في البيت كده في اي وقت يفتح النفس كده جنب طبق الفول الصبح ده. ما اقولكيش بقى لما تقطعي ليمون على الفول بالطحينه بيبقى ايه روعه. بالهنا والشفا يا رب. اهو انا كده بقى خلاص غسلت الليمون. عايزه اقول لكم ان انا حطيته 3 ايام في الميه. اوعي تنسي الحته دي، 3 ايام تغيري عليه الميه. تحطي كده على الحوض وتغيري كل يوم الميه عليه الصبح وبالليل لازم. معايا هنا بقى فلفل اخضر، ومعايا لكل لتر ميه، دي ميه انا غلياها وسبتها بردت خالص، هحط على كل لتر ميه 4 معالق ملح. ومعايا هريسه فلفل احمر
ودوت لون الزعفران. لون الزعفران انا بحب احطه كده، بيدي كده لليمون لون اصفر كده وللفلفل. وطبعا الهريسه بتاعتي حطيت حته صغيره. هنا كنت غاسله البرطمانات ومنضفاها. هبدا بقى ايه احط الليمون بتاعي بالتبادل كده مع ايه كام واحده فلفل كده، واحط الليمون. بس بصوا تضغطيش على على الليمون، هزي بس كده البرطمان، لكن ما تتكيش عليه كده عشان ما يتفتحش منك. ماشي اهو. واديله مساحه، ما تكبسوش، اديله مساحه ان هو ايه يستوي، عشان احنا طبعا مش غاليينه كتير. اهو بصوا بسم الله ما شاء الله، جميل. بس اهم حاجه ان انت تنقعيه في الميه 3 ايام، تغيري على الميه عشان الليمون الاخضر ده بتبقى مرارته كتير، فلازم لازم تغيري عليه الميه يومين 3 كده. بس انا بصراحه حطيته 3 ايام، بقيت اغير الميه عليه كل شويه. وفي اوقات كنت اسيب الحنفيه سرسوب صغنن كده زي الترمس كده يتغسل كده تحت الميه، لان الليمون الاخضر ده مرارته بتبقى شديده شويه. عبيت كده البرطمانات بتاعتي، وزي ما قلت لكم ان الميه بتاعتي مغليه قبل كده وبردتها. فايده الميه المغليه ايه يا ام علي؟ ان الميه المغليه دي لما بتعملي بيها اي نوع من المخللات ما بتعملش ريمه بيضه، تعملش ريم ابيض على الوش خالص على اي. بس اهم حاجه طبعا ان احنا نقفل البرطمان كويس، ده برضو ما بيخليش اي حاجه تخش، لان اي هواء بيخش على المخلل بيعمل وش كده مش ظريف. ولما تيجي تاخدي بالمعلقه طبعا. اهو بصوا كده انا هبدا بقى كده ازود الميه. شوف لون الميه جميل، لايك بقى للميه الحلوه ولون الميه الجميل ده هيخلي لك الليمون بتاعك طعم وريحه مش فيش بعد كده، جميل جدا جدا جدا. بس ما تخليش البطرمان مليان على الاخر، عشان احنا عارفين ان الحاجه بتتنفس، فلازم تدي براح كده قيمه ايه عقله صباع كده من غير ميه. خلاص عبيت اهوت كله. بصوا لون الهريسه مخلي لونها حلو، مخلي لون الميه جميل بصراحه. اهو بصوا اعبي كده الميه بتاعتي كده بالراحه اهو. طبعا الميه خلصت، هبدا ان انا اغلي ميه تاني واحط لها برضو نفس المكونات اللي انا حطيت لها، ملح وشطه ولون الزعفران، وهكمل معاكم باقي البرطمانات. بصوا اهو عبي كده برطماناتك وخليها عندك في البيت كده اهوت. جميل المخلل في البيت حلو قوي كده. جنب اي اكل، ما عندكيش السلاد تقفي تعملي بتنجان مخلل ولا الليمون جنبيه، جنب اي اكل جميل جدا اهو. عبيت البرطمانات كلها اهيت. بصوا بقى، بصوا لونه جميل. نيجي بقى المكون الحلو قوي اللي على كل برطمان كده، نحط يجي معلقه زيت كده عشان خاطر ايه يبقى بيلمع ويمنع اي يعني بيمنع اي حاجه تخش ينبش، بيبقى حاجز ليه كده من الهواء. وحته بلاستيك كده، كيس بلاستيك كده تروحي حطاه عشان يبقى محكم القفل يعني. و... وما يخليش برضو اي هواء يخش لليمون. بصوا دول بقى ايه، احنا هجيب كيس واشوفهم او اعمله واحطه عليهم. بصوا بص شكل البطرمانات والهريسه عامله ازاي. بصي لما تقلبي البرطمان ميته عامله ازاي. بصوا جميل جميل جميل، بالهنا والشفا.